لما المأذون جه عشان اطلق مراتي كنت فرحان اني خلاص كل المشاكل هتنتهي. لما سألني انت متأكد من قرارك جاوبته بسرعة وقلت له اه طبعا متأكد. مراتي ساعتها كانت قاعدة مستسلمة لكل حاجة بتحصل، حسيتها كده ضعيفة. لما شفت في عينها نظرة الكسرة دي فرحت اني اخدت حقي، وعشان تعرف ان هي اللي وصلتنا للحال ده. بعد كام دقيقة طلقتها. نمت على سريري اليوم ده وانا حاسس ان الهموم الدنيا كلها اتبخرت. خرجت براحتي، اكلت بنفس. 3 سنين فاتوا وانا في مشاكل وصداع وخلافات. حسيت ان انا اخيرا بقيت في هدوء، صليت وحمدت ربنا على اللي حصل. رحت عند اهلي وفرحوا لي ان انا خلصت منها. رجعت اعيش حياتي بقى خلاص بالطول وبالعرض من تاني. ما فاتش كتير بعد الطلاق ولقيت حاجات اتقلبت عكس توقعاتي. كل واحد اتشغل بحياته عني. في نهايه كل ليله بيقفلوا على نفسهم الباب وانا برجع بكل ضعف ووحده في الاوضه بتاعتي. حتى الونس بتاع الاهل ما بقاش موجود. اخواتي اللي كانوا دايما نازلين على ودني بالكلام على مراتي ما بقوش حتى يسالوا فيا. امي اللي كانت بتحاول تبين لي ان هي احن بكتير من مراتي ما بقتش بنفس الحنيه ولا بتحاول تظهر ده، ورجعت لطبيعتها من تاني. اكتر ناس سخنوني عليها ما بقوش يرنوا حتى عليا. لما تعبت في ليله الوقفه قبل العيد وسخنت اتصلت على اخويا، ما خدش باله من نبره صوتي مع ان صوتي ما كانش واضح من كتر التعب. افتكر في مره ان مراتي رنت عليا وانا بره البيت في يوم وقالت لي انت بخير، وكانت قلقانه من غير سبب. ساعتها انا كان عندي هبوط ورحت علقت محلول في المستشفى من غير ما هي تعرف. هي فين الراحه اللي حكولي عنها؟ وليه ما حدش بقى عايز يعرف اخبار حياتي اول باول زي ما كانوا بيعملوا ومراتي موجود؟ لو كلهم كانوا كده من الاول وبعيد عن تفاصيل حياتي ما كانش هيبقى فيه اصلا مشاكل بيني وبين مراتي. لما قلت ان انا عايزه ارجع مراتي تاني من الاول لقيتهم بيحاولوا يمنعوني، قالوا لي عنها كلام كتير مش فيها، وانا للاسف كنت مصدقه. اتدخلوا في حاجات خاصه جدا ما كانش ينفع ان افتح لهم بابها، وللاسف اكتشفت ده متاخر لما خدت فاصل في حياتي. لما مراتي بعدت ولقيتها كانت بتحاول بكل قوتها تسند البيت وانا اللي بفلت ايدي. رحت بكل اسف ارجعها، لقيتها بكل مكسب بتقول لي لا. قالت لي انا ارتحت. الجمله دي كان المفروض ان انا اللي اقولها. حاولت كتير بس كل مره كانت بتعاند، كانها بقت في مكان امن خايفه تخرج منه لما تعرفش ترجع له تاني، وطلعت انا الخسران الوحيد. المشكله اني كنت فاكر ان انا صح وان كل اللي حواليا عايزين لي الخير. دي قصه بيوت كتير. كل اللي حواليك في الاخر هيسيبوك وهيتقفل عليك باب لوحدك. ناس هدفها خراب البيوت